عبد الحليم واغرب قصه حب حصلت في حياته. عبد الحليم مر بكتير من قصص الحب زي ما احنا عارفين، ما بين بقى اللي عايز يتجوز، ما بين ساب، ما بين، لكن كانت اشهر قصه حب في حياته هي دي اللي حبها واللي فعلا كان لاخر لحظه فعلا كان هيتجوزها، وطبعا قصه سعاد حسني الشهيره. ولكن مع اغرب قصه حب وبرده من مجله النجوم قريت قصه حب غريبه شويه. تعالوا نشوف ايه قصه الحب دي وليه هي غريبه في قناه اعز الناس. معاكم امل، يلا بينا على الفيديو، بس ما تنسوش الاشتراك واللايك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. اهلا بيكم يا اعز الناس في قناه اعز الناس. اغرب قصه حب وقع فيها عبد الحليم وبرده من مجله النجوم وبقلم محمد وجدي قنديل، عشان يبقى برده الروايه على لسان الراوي. محمد وجدي قنديل كتب وبيقول برضو من مذكرات عبد الحليم انه اغرب قصه حب لعبد الحليم كانت في المغرب من واحده تعتبر سيده القصر، مش فاتن حمامه، لا، سيده القصر المره دي فعلا اميره في المغرب. كان عبد الحليم طبعا متعود على زياره المغرب، ودايما الملك الحسن صاحبه وحبيبه، وكمان كان دايما بيحيي له حفلات كثيره جدا علشان هو صديق مقرب جدا للملك الحسن. كانوا بيسموا الست اللي حبها عبد الحليم دي الساحره المغربيه، امرأة رجل غامض جدا، رجل بيخوف بمعنى أصح. ليه بقى بيخوف وليه غامض؟ ومين الست دي اللي لقبت بالساحرة المغربية تحديدا؟ كان عبد الحليم بيقول وقتها انه ممنوع انه يتكلم في الموضوع ده ابدا، وما كانش بيحكي بيه لحد خالص وقت يعني القصه نفسها. لكن بعد كده لما مر عليها سنين بيقولوا انها اتكتبت في المذكرات او هو حكاها على لسانه على روايه الاستاذ محمد وجدي قنديل، لانه كان بيخاف منها ومن جنونها واندفاعها العاطفي، لان المره دي هي اللي حبته وهي اللي كانت بتتودد اليه، وهي كانت ست متجوزه. مش عارفه ايه حكايه عبد الحليم، الستات المتجوزين اكتر من الستات اللي هم مخطوبين حتى بيحبوه جدا وينبهروا بيه، لكن هو ما كانش بيتمادى معاها خالص وكان بيحاول ان هو يبعد عنها. ولكن زي ما تقولوا يعني اصرارها بقى وزنها وكده بدا شويه قلبه يرق ويلين ليها، ولكن برضه هو خايف من بطش جوزها لانه كان راجل زي ما بيقولوا كده ليه قوه ونفوذ كبير. تقريبا هي اميره ليها علاقه بالملك الحسن والامراء وقتها. حتى هي مره قالت له كده بلفظ: انت تعرف ان انت ممكن تختفي فجاه ومحدش يعرف لك طريق؟ راح هو سكت كده وحكى القصه دي لعبد الوهاب، فراح عبد الوهاب قال له: بقول لك ايه، ابعد عن الانواع دي من السيدات، الانواع دي من السيدات خطر عليك. قال له: انا مش يعني انا عايز اقول ماليش دعوه بيها، هي اللي بتقرب مني مش انا اللي بقرب منها. فعبد الحليم كان متعود دايما في شهر يوليو بيسافر المغرب يغني الملك الحسن، الملك الحسن دايما كان بيحبه ودايما كان يدعوه عنده في المغرب، وكان دايما متعود يجيب بقى هدايا ويجيب حاجات كثيره جدا للناس اللي بتستقبله استقبال حلو، يعني ردا للجميل الضيافه اللي بيقدمها له. فكانت فاطمه دي من ضمن الناس اللي هو بيقابلها وبيشوفها مع الناس، فكان علشان ما يجذبش نظر الناس ان دي مثلا بتحبه او بتبص له او حاجه، كان بيجيب هدايا لكل الموجودين في وقتها في البلاط الملكي ده، وفي اي حفله بيجيب لكل الموجودين هدايا. وكانت دايما الست دي بتستفزه دايما بنظراتها وكلامها، وكان عبد الحليم برضو بيحاول جدا انه يبعد عنها عشان زوجها ما ياخدش باله، وعلشان كمان هي ست متجوزه وهو كده كده مش هيقدر يتجوزها. ولكن الست دي فضلت تجري وراه، وزي ما يسموها كده الساحره المغربيه، سحرته بجاذبيتها وانوثتها. وكان لما بيغني في الحفلات دي كانت بتقوم كده بكل جراءه ترقص على الحان عبد الحليم، زي ما تقولوا كده كانت مجنونه شويه، يعني زي ما تقولوا فيها عرق لاسع. بمعنى ايه؟ جه عبد الحليم قال ايه: انا هجيب لها هديه تذكاريه حلوه جدا وتكون غاليه وفي مقامها، بس ما اقدرش عشان اقدمها ان حد ياخد باله ان ازاي اجيب لها هديه كبيره كده وقيمه كده ليها هي لوحدها، دي تبقى حاجه ايه باينه قوي. فعمل ايه؟ كان في 4 من اصدقائها معاها في البلاط الملكي، فجاب لهم 4 احزمه ذهب غاليين طبعا جدا، واهدى لفاطمه 1 وللثلاثه التانيين 1. ولكن فاطمه بمخها اللاسع ده عملت حاجه غريبه جدا، لبست الحزام وفي وسط المدعوين قالت له: هو بكام الحزام ده؟ فطبعا عبد الحليم اتحرك جدا، وازاي يعني الهديه تتقال كده، والهديه ملهاش ثمن، ما حدش يسال حد الهديه. قالت له: لا معلش، انا احب اعرف ان الهديه دي بك. عبد الحليم بقى حس بالتحدي والاهانه، وان هي ممكن تكون رد فعلها ده انها متغاظه ان هو مش بيبادلها الشعور، ولكن جاب لها هديه، فهي عايزه تقول له: لا انا كمان مش عاوزه الهديه بتاعتك. فراح قال لها الحزام ده ب 15,000 استرليني. راح جوزها كتب شيك بالمبلغ واداه لعبد الحليم، وسط طبعا الناس كلها مذهوله وايه اللي بيحصل ده، وست اللاسعه دي ايه اللي بتعمله ده؟ لا هو عارف يرضيها، جاب لها هديه يعني تعبيرا وامتنانا عن كرم ضيافتهم، عن اهتمامها، عن حبها، عن لكن هي عملت الحركه دي. اعتقد انها برضو مخها
مش طبيعي. وبعد كده بقت الست دي تدور على الستات اللي هدوا هدايا زيها وتقول لهم ادوا ثمنها لعبد الحليم. يعني هي ست مجنونه. حتى عبد الحليم زعل جدا وغضب من الافعال دي وقال انا خلاص الست دي انا مش عايز يعني معنى اعرفها تاني. ولكن هي برضو اللي فضلت تجري وراه برضو. كل ما تشوف حد معجب بيه في اي حفله خاصه تقابله فيها بالصدفه تبين غيرتها ما بتتكسفش. طب هي عايزه منه ايه؟ يعني هو نفسه مش عارف. طب انت عايزه مني ايه يعني؟ المهم قعدت تشتكي له لما كانت بتقابله في الحفلات الخاصه من جوزها وانه ازاي هو بيغير عليها وازاي هو مش بيخرجها ابدا. حاول بقى ان هو يحدد العلاقه دي. فراح يعني بقى قال لا انا لازم اضع حد لكده. وقعد يكلمه عن مرضه وتعبه وان هو عايز يقول لها يعني ان انا في الاخر انا مش هقدر اتجوزك لا انت ولا غيرك. ويا بنت الناس كده اهدي وعيشي مع جوزك ومالكيش دعوه بيا. بمعنى يعني عايز يقول لها خلاص مالكيش دعوه بيا. يعني انها في مره اكتشفت خيانه جوزها مع حظها السيء. راحت قالت لجوزها ايه بقى؟ انت بتخوني. طب انت بقى ان شاء الله انا هعمل زي ما انت عملت وهخونك. راح قال لها اذا لقيتي اللي يحبك ابقي اعملي كده. طبعا هي عشان ست قادره وست مخها لاسع زي ما قلت ما كدبتش خبر. راحت فعلا حبت واحد تاني غير عبد الحليم خالص. المهم راحت قالت لجوزها انا لقيت اللي انا بحبه كان شاب صغير وطلقني. طلقها جوزها. لكن على بال ما طلقها جوزها كان الانسان اللي قال لها ان هو بيحبها ده اتجوز. يعني الست جنان على جنانها هتتجنن اكتر. وكان عبد الحليم بقى بيسمع الحكايه دي ويعرف وفعلا ان طلع قراره صائب من ناحيه ان هي مخها مش طبيعي وانها بتعاني صراع نفسي ما بين كبريائها وما بين جبروتها وما بين حبها وما بين قلبها. كانت الست دي بتعيش حياه صعبه. لكن لفت نظري في المجله ان هم برضو كاتبين العنوان بمانشيت كبير قوي عن سر الساحره وسر سيده القصر ومسمينها اسامي كبير قوي. انا كنت فاكره سيده القصر دي فاتن حمامه لكن هي ما طلعتش فاتن حمامه وطلعت يقصدوا بيها الساحره المغربيه دي الست المجنونه شويه اللي بتحب عبد الحليم. ولما عبد الحليم حاول يبين لها حبها اتجننت اكتر يعني ست كده ايه متقلبه مش طبيعيه. دي كانت قصه الساحره المغربيه اللي هي سيده القصر كانت في البلاط الملكي في المغرب. وعبد الحليم حاول ان هو ينهي العلاقه دي وقدر انه ينهيها وراح مصر. انا ومبقاش يعرف عنها اي حاجه وبعد زي ما عبد الوهاب قال له عنها. ومرورا بالستات بقى اللي بتحبه كان مجدي العمروسي برضه حكى قصه ان عبد الحليم دايما كانوا بيحبوه كتير قوي بس اكترهم فعلا زي ما انا قلت لكم المتزوجات. يعني روايه بيحكيها مجدي العمروسي ان في واحده تعد اتطلق من جوزي واتجوزك. قال لها وانا ما اقدرش اهدم حياه زوجيه وانا اصلا مش هتجوز فريحي نفسك وريحي بالك وارجعي لبيتك ولاولادك. وما هديتش غير لما قال لها الكلام ده وسمعته منه. يعني في حياه عبد الحليم حكايات حب مجهوله كتيره جدا. في اللي صرح بيه زي ما قلت وفي اللي ما صرحش بيه. من ضمنهم حكايه الحب المجهوله للست دي اللي حاولت بكل الطرق انها تتجوزه وتسيب بيتها واولادها في سبيل انها تتجوز عبد الحليم. بس هو ما افصحش طبعا ولا قال هي مين ولا اسمها ايه ولا حب خالص انه يعرف حد لانه واضح انها شخصيه كانت في الوقت ده معروفه يعني. واتمنى ان انتوا تتابعوني ان شاء الله اجيب لكم قصص بقى تكون بتحتوي عبد الحليم نفسه بعيدا عن حبه وعن علاقات الحب اللي مر بحياته. لا هنشوف اجندات من حياه عبد الحليم المره الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه وتستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله يكون فيديو حلو ويعجبكم.